يوم 20 أبريل سنة 2010 حصل انفجار في منصة البترول التابعة لشركة ديب ووتر هورايزون، وده كان أسوأ تسريب بترولي في تاريخ أمريكا. ملايين الجالونات من البترول كانت بتتسرب للبحر من غير أي سيطرة عليها. وفي الفيديو ده هنشوف إزاي انفجار على عمق أكتر من 5000 قدم تحت البحر خلى أقوى المهندسين في العالم يدخلوا في سباق مع الوقت، الضغط ومع الطبيعة نفسها. وهنعرف كمان ازاي صمام الأمان المصمم انه يمنع الانفجار كان جزء من الكارثة، وهل فعلا الضغوط الاقتصادية كانت من ضمن الأسباب، وازاي قدروا أخيرا يقفلوا التسريب بعد 110 يوم من الفشل المستمر. كل ده وأكتر هنعرفه في حلقة النهاردة بعد الفاصل. أنا محمد طارق وأهلا بيكم في مدونات. في الليلة دي كل حاجة كانت تبان طبيعية على المنصة، العمال مشغولين بإنهاء حفر البير، واللي يمكن ناس كتير ما تعرفوش إن المنصة دي ما كانتش منصة استخراج بترول أصلا، دي عبارة عن منصة حفر بتستخدم في المواقع الجديدة، شغلتها إنها تعمل البير المبدئي وتركب راس البير على قاع البحر، وأول ما ده يخلص بتتحرك وتروح لمكان تاني وتيجي منصة تانية تستلم منها عشان تبدأ الاستخراج الفعلي. في الوقت ده كان البير نفسه خلاص خلص ووصلوا لمستودع البترول والغاز الطبيعي، وكل اللي كان باقي يتعمل هو إنهم يقفلوه عشان شركة ديب ووتر هورايزون تقدر تمشي وتيجي منصة أصغر وأقل تكلفة تاخد مكانها. وللإجراء ده مهم جدا إن البير يتقفل تماما قبل التسليم. بس فجأة الطاقم لاحظ ارتفاع ضخم جدا في قراءات الضغط، ولما المهندسين عادوا نفس اختبار الضغط تاني طلعت نفس النتيجة. ودي طبعا أخبار سيئة جدا لشركة البترول العملاقة بي، خصوصا إن تشغيل المنصة بيكلفهم أكتر من $1,000,000 في اليوم. في المرحلة دي الشركة كانت متأخرة عن جدولها بأكتر من 6 أسابيع عشان تنقل لموقعها الجديد، لكن رغم قراءات الضغط المقلقة المهندسين قرروا إنهم يكملوا. وعلى الساعة 10 بالليل العمال والمهندسين فجأة شافوا نافورة من الطين ومية البحر بدأت تندفع من البير وتغرق المنصة بالكامل. وقبل ما أي حد يستوعب إيه اللي بيحصل أصلا حصل أسوأ سيناريو ممكن، الغاز والبترول هربوا من راس البير واندفعوا بسرعة رهيبة للمنصة، وفجأة الغاز انفجر. من بين 126 عامل كانوا على المنصة في الأول تم إنقاذ 115، بس في 11 عامل مفقودين كانوا على منصة الحفر وقت ما انفجرت. وبعد كتير من عمليات البحث المستميتة عشان يحاولوا يلاقوهم، للأسف بحلول اليوم الثالث من تمشيط الخليج ما كانش فيه أي أثر ليهم وتم إلغاء البحث. افترض ان ال11 عامل دول كلهم كانوا قريبين من موقع الانفجار ومعرفوش يهربوا في الوقت المناسب. اما بقى بالنسبة لمصير منصة ديب ووتر هورايزون كان مظلم بنفس الدرجة. فرق الطوارئ حاولت تطفي الحريق الضخم، بس الموضوع كان معقد بسبب موقعها البعيد في خليج المكسيك، ده غير ان البترول اللي طالع من البير كان بيغذي النار باستمرار. وبعد يومين من الحريق المستمر الموضوع ما اخدش غير دقايق عشان ديب ووتر هورايزون تغرق في قاع البحر. النيران انتهت، بس دي ما كانتش نهاية الكارثة. في الحقيقة دي كانت مجرد البداية، لأن تحت في الأعماق البير اللي حفرته ديب ووتر هورايزون بدأ يسرب في البحر. في الأول شركة بي قالت إن مفيش بترول بيتسرب للبحر، بس الكلام ده اتعدل بعدها بكام يوم لما طلع تقرير جديد بيأكد إن فعلا في تسريب. ومع وضوح حجم التسريب أكتر بدأت بي تحس بضغط هائل عشان تقفل التسريب ده في أسرع وقت ممكن. وأول خطوة عملوها كانت إرسال مركبة يقدروا يتحكموا فيها عن بعد لقاع البير نفسه. المركبة دي المفروض تقدم إجابات وتساعدهم يفهموا البترول بيتسرب منين بالظبط. أي بير بيتحفر بيكون راكب عليه هيكل ضخم ومعقد جدا في قاع البحر اسمه مانع الانفجار أو البي. ماسورة الحفر من المنصة للبير لازم تعدي من خلال البي ده، واللي بيعتبر صمام أمان عشان يمنع البترول والغاز من إنهم يطلعوا في ماسورة الحفر للمنصة. يعني باختصار البي موجود عشان يمنع بالظبط اللي حصل هنا وهو الانفجار. وعشان يعمل كده البي فيه نظامين بيقدر يقفل بيهم البير. أول نظام هو البايب رامز، ودي عبارة عن كتل معدنية تقيلة بتقفل على بعض عشان توقف التدفق. والنظام التاني هو الموانع الحلقية اللي بتقفل الماسورة باستخدام مانع تسريب مطاطي. وفي يوم الحادثة أفراد الطاقم على المنصة شغلوا فعلا النظامين دول جوه البي في محاولة لقفل البير، لكن لأن الأنظمة دي اشتغلت متأخر جدا ما نجحتش في عملها زي ما كان متوقع. البترول والغاز كانوا خلاص دخلوا الماسورة فوق البي، وده معناه ما كانش في حاجة باقية تمنعهم من الوصول للمنصة. لكن نظريا وعلى الورق ده كمان حتى كان ممكن منعه، لأن كان في صمام أمان أخير جوه البي كان المفروض يشتغل ويقفل البير، وهو البلايند شير رام. البلايند شير رام ده أول ما بيشتغل بيستخدم شفرة معدنية حادة لقطع الماسورة وعمل قفل محكم. والغريب إن أفراد الطاقم قالوا بعدين إنهم حاولوا بالفعل يشغلوه بعد الانفجارات، بس لأن الانفجار دمر أنظمة التشغيل الكابلات وإشارات التحكم اللي بين المنصة والبي اتقطعت. لكن حتى ده برضه ما كانش المفروض يفرق، لأن البي مصمم بآلية أمان تلقائية. الآلية دي بتشغل قاطع الأنابيب تلقائي لو فقد الاتصال بالمنصة،
زي في حالة انقطاع الكهرباء مثلا. لكن ليه ده ما تمش برضه في حالة ديب ووتر هورايزون؟ وخليني أقول لك إن ده لغز بالنسبة للخبراء لحد دلوقتي مش لاقيين له إجابة. المهم أول ما قدروا يوصلوا للبي أو بي كان في مشهد كارثي مستنيهم. الطاقم بيقول إن قاطع الأنابيب اللي كان متعطل ده اشتغل فعلا، بس لأن الماسورة بسبب الانفجار كانت انبعجت واتلوت ما قطعهاش زي ما كان المفروض يعمل، وبدل كده القاطع ده خرم الماسورة وبكده خلى الوضع أسوأ لأنه سمح لكمية ضخمة من البترول والغاز إنها تهرب. ودلوقتي بعد ما عرفوا حجم المشكلة بالكامل جه الوقت إنهم يحلوها. الطريقة الوحيدة المضمونة لقفل البير بشكل دائم هتقوم على حفر بير جديد تماما بيتقاطع مع البير الحالي، وبكده يقدروا يضخوا طين وأسمنت من المدخل الجديد لسد التسريب، وفي النهاية يوقفوا تدفق البترول والغاز تماما. بدأ حفر البير البديل ده بعد 12 يوم من الانفجار، وبعدها بأسبوع بدأوا يحفروا بير تاني في حال لو الأول فشل. بس العملية دي هتاخد شهور، وكل يوم لحد الوقت ده البير هيفضل يسرب وبكل تأكيد هيسبب أضرار بيئية ضخمة. وعشان كده الخبراء حاولوا يشوفوا حلول بديلة تطلع نتيجة أسرع، وبالفعل وصلوا الفكر. ماذا لو قدروا ببساطة يغطوا التسريب ده بنوع من السد أو الحاجز؟ الموضوع أشبه بإنك بنيت خيمة ضخمة من الصلب والأسمنت وزنها تقريبا 100 طن عشان تقدر تغطي بيها البير. حل مفيش حد جربه قبل كده على عمق زي ده، لكنهم ما كانش قدامهم حل غير ده. السد الحاجز ده مصمم بفتحة من الجنب عشان يقدروا يرفعوه فوق الماسورة المكسورة، وعلى جدران السد ده في 4 قلابات، دول موجودين عشان لو السد بدأ يغطس في طين المحيط يمنعوه إنه ينزل أكتر من اللازم. ولو كل حاجة مشيت حسب الخطة معظم البترول هيندفع لفوق ويمشي في ماسورة متوصلة، ومن هناك البترول هيتوجه فوق لسفينة تانية تنقله. بدأوا فعلا في تنفيذ الخطة دي وبدأوا ينزلوا السد، لكن ظهرت لهم مشكلة ما كانتش لا على البال ولا على الخاطر. مع نزول السد في الأعماق الضغط هناك مش ضغط طبيعي، طبعا الضغط عالي جدا، واللي حصل إن طول فترة التسريب الغاز اللي هربان من البير اتفاعل مع المية المحيطة وكون حاجة أشبه ببلورات التلج، ومع تجمد الفتحة وقفلها البترول والغاز اللي جوه القبة ما كانش ليهم مكان يهربوا منه، وعشان كده السد الحاجز كله بقى عايم بشكل خطير. البترول ملا السد وخلاه يندفع بسرعة فوق لسطح المية، وأفراد الطاقم فوق شايفين بعينيهم كارثة مؤكدة خلاص مستنياهم وإن مفيش أمل، لأن مع اندفاع السد لفوق كان رايح مباشرة لواحد من مراكب الإنقاذ اللي فوق، لكنهم قدروا يسيطروا عليه وتم توجيه السد ده بعيد عن المركب، ورغم كده اضطروا يتخلوا عن السد ده واللي في النهاية غطس تاني في قاع المحيط وفضل موجود للأبد لحد دلوقتي. مع فشل المحاولة دي ما كانش فيه وقت للإحباط، والمهندسين بالفعل طلعوا بخطة مختلفة المرة دي، وهو إنهم هيحاولوا يسحبوا البترول والغاز الناقلة بس المرة دي من غير سد حاجز. بدل كده ببساطة هيدخلوا ماسورة أصغر جوه ماسورة البير المكسورة، والطريقة دي نجحت إلى حد ما. بالطريقة دي الطاقم قدر فعلا يبدأ يجمع شوية من البترول في خزان ويحرقوا الغاز الطبيعي بره السفينة عن طريق تحويل مساره بعيد وحرقه. في اللحظة دي تدفق البترول كان أخيرا هدي شوية، لكن على الرغم من إنه هدي لكن لسه بيزيد بثبات لأن البترول بيتسرب من حوالين الماسورة. وعشان كده المهندسين نقلوا لفكرتهم اللي بعدها وطلعوا بخطة غريبة جدا. قرروا إنهم هيبتدوا يرموا خردة وتراب وأي زبالة موجودة، وعشان يعملوا ده اتعملت عملية معقدة جدا تحت المية قريبة من البير، وسفينة حفر جديدة اتمركزت فوق موقع التسريب، وباستخدام ماسورة السفينة دي هيتم ضخ طين حفر تقيل جدا جوه البي او بي مع كمية كبيرة من الخردة المختلفة. الفكرة هي استخدام وزن الطين والخردة لإجبار البترول إنه يرجع تحت في البير، وبعدها يبتدوا يصبوا أسمنت فوقيه عشان يعملوا قفل محكم. الموضوع أشبه كأنهم بيسلكوا بلاعة مكتومة، وبدأوا التنفيذ بالفعل، والطين والخردة نزلوا جوه البير، وباستخدام كاميرات تحت المية المهندسين كانوا بيراقبوا الوضع. لكن برضه الخطة دي فشلت، الخردة بدأت تطير لبره تاني، والضغط اللي جاي من البير كان ببساطة عالي جدا، وده معناه إن أي مواد بتترمي فوقه بيتم إزاحتها بره بسبب البترول المندفع بضغط عالي. وحاولوا يكرروا الموضوع ده أكتر من مرة بس كلها كانت محاولات بلا جدوى، والخبراء حذروهم إنهم لو كملوا محاولة ده ممكن يؤدي لعدم استقرار في البير ويسبب حاجة تانية أصعب، وهو إن البير ينفجر تحت المية، وده معناه إن البترول ممكن يبدأ يهرب مش بس من البير لكن كمان من نقط كتير في قاع البحر، ولو ده حصل بالفعل مستحيل تقدر تسيطر على وضع زي ده. وعشان كده اتخلوا عن فكرة الرمية العشوائية دي وفجأة رجعوا لنقطة الصفر من تاني. بالمناسبة تكلفة اليوم الواحد في كل ده من نشر حواجز عايمة حوالين بقع البترول، أو سحب البترول من سطح البحر بسفن ومعدات خاصة، أو تنظيف الشواطئ والرمال والصخور، أو جمع الطيور والحيوانات المتأثرة بالبترول، أو استخدام فرق ومراكب وطيارات لمراقبة انتشار التسريب، أو معالجة المخلفات الملوثة بالبترول، كانت بتوصل
ل6 مليون دولار في اليوم، والمتوقع وقتها إن على ما يخلصوا من المهمة دي التكلفة كانت هتعدي المليار دولار. بعد فشل كل الخطط دي المهندسين قرروا يرجعوا لفكرة الاحتواء، ورغم إنها ما نجحتش مع السد الحاجز الكبير الأصلي، المرة دي قرروا يروحوا لغطاء أصغر بكتير ومقاسه يكون مظبوط أكتر وممكن يتركب مباشرة على البي أو بي، وبدل ما يقفلوا المنطقة كلها بسد كبير يقدروا يوجهوا تدفق البترول مباشرة من خلال الغطاء ده. بس كان في مشكلة واحدة، عشان يعملوا ده هيحتاجوا يقطعوا الماسورة المتدمرة اللي لسه متوصلة بالبي أو بي، ولحد النقطة دي الالتواءات اللي في الماسورة كانت مساعدة فعلا في إبطاء معدل البترول اللي بيتسرب، ولو اتقطعت معدل هروب البترول في الغالب هيزيد بنسبة ممكن توصل ل 20%، ودي كانت خطوة خطيرة جدا، لأن لو الغطاء ده منجحش يبقى تاني خلوا الوضع أسوأ على الفاضي. بس كان لازم يحاولوا. القرار بالفعل اتاخد بقطع الماسورة المتدمرة من البي او بي، والبترول بدأ يندفع بمعدل أسرع من أي وقت فات. الموضوع أخد كذا يوم عشان يظبطوا الغطاء الجديد الأصغر فوق البي او بي مباشرة، وبعد ما اتعلموا من مشاكل التجمد مع السد الحاجز القديم المرة دي ضخوا مية دافية تحت على أمل منع تكوين بلورات التلج، ومع مراقبة المهندسين للمركبات تحت المية وهي شغالة وبعد محاولة تركيب الغطاء الجديد في مكانه المظبوط أخيرا الموضوع نجح فعلا. الغطاء الجديد ده بالفعل عمل قفل محكم وبدأ يجمع جزء كبير من البترول ويبعته لفوق لسفينة تجميع على السطح. في الحقيقة تم تجميع كمية كبيرة من البترول والغاز لدرجة إنهم أضافوا كذا سفينة كمان للتخزين والمعالجة، ورغم إن ده كان أكبر تقدم عمله الخبراء في تحجيم التدفق لسه ما كانوش بيلموا التسريب كله. التسريب كان لسه مستمر لكن بمعدل أبطأ. بعد حوالي 40 يوم المهندسين قدروا يبتكروا ويركبوا سلسلة من الأغطية بمقاسات أفضل، كل واحد منها بيقلل كمية البترول اللي بتتسرب للبحر، لحد ما أخيرا ركبوا غطاء محكم بالفعل وقدروا يوقفوا تسريب البترول تماما لأول مرة من 3 شهور. وبعد 86 يوم من الانفجار البترول أخيرا بطل يتسرب في المحيط. في النهاية حوالي 134 مليون جالون من البترول ضاعوا في خليج المكسيك، وده الرقم المذكور بشكل أساسي في مقالات كتير، ورغم كده الرقم ده بيعتبر تقدير تحفظي لكمية البترول اللي اتسربت فعلا. وعلى الرغم من انه رقم تقريبي مجموعة من العلماء والباحثين المستقلين اتجمعوا وعملوا تقييمهم الخاص وقاسوا تدفق البترول زي ما باين في فيديوهات التسريب، وحسبوا تأثيرات الضغط ودرجة الحرارة والظروف الجيولوجية وعوامل تانية كتير، ووفقا لتقديرهم أكتر من 210 مليون جالون من البترول ضاعوا فعلا في التسريب، ودي زيادة ضخمة جدا عن الحسابات الرسمية، وده مجرد بترول خام صافي. شركة بي بي عرضت بشدة الرقم الأكبر ده وقالت إنه مش واخد في الحسبان مئات آلاف الجالونات اللي اتسحبت واتجمعت قبل ما تدخل مية الخليج، لكن في النهاية مستحيل نعرف الرقم الحقيقي بالظبط لكمية البترول اللي ضاعت. بس اللي نعرفه ديب ووتر هورايزون كانت أكبر تسريب غير مقصود في العالم حتى الآن، مع أضرار لا يمكن إصلاحها حصلت للنظام البيئي وفقدان حياة 11 عامل كانوا شغالين على المنصة وقت الانفجار. وبس كده، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، وفي النهاية ما تنسوش تدعوا لوالدي بالرحمة. سلام.